يا اهلا يا اهلا. اهلا بيكي. طب انت عارفه ان دي اول مره تخشي لي فيها شقتي؟ هو انا عشان كده جايه لك يا زينب. انا استنيت جمال لما خرج عشان نعرف نتكلم براحتنا. خير يا نرجس، فيه؟ نفسي نبقى عيله، نعيش مع بعض من غير مشاكل، لو حتى مش عشان خاطري، عشان خاطر الواد. انت عارفه انا عمري ما اتدخلت في مشاكلكم، بس الحقيقه المره دي جمال عنده حق. ممكن طبعا يبقى عنده حق، وانا والله من الاول ما كنتش موافقه ان البيت يتكتب باسمي، ولو ده اللي مزعل جمال انا ارجع ورق البيت تاني. بس هو مش ده الموضوع، هما مش قابليني، مش طايقين وجودي خالص. انا حاسه بيكي، بس والله حماتك دي تبان صعبه، بس هي ست طيبه قوي. في الاخر ام زي اي ام بتخاف على عيالها. ايوه بس انا ما عملتش حاجه ولا خدت منها ابنها. صح، بس الصراحه انت واخده جنب برضه. مش بخاطري، تصدقي ان هي لحد دلوقتي ما فكرتش تيجي تشوف حفيدها؟ معلش، ما هي تعبانه، هي بتخرج امتى يعني عشان تجيله؟ تبعت لي بس تقول لي عايزه اشوف حفيدي، ده انا انزل لها جري. انا والله مستنيه اشاره. انا حاولت اقرب في الاول بس هي ما ادتنيش ريق، وبعد كده بقى جه حملي وانت عارفه كان حملي صعب. طب خلاص خلاص، اشربي بقى، اشربي يا محمد صعب. هقول لك حاجه، اسمعي مني، حاولي تقربي لها، اقعدي معاها اكتر، حتى وانا معاكم. هي في الاخر ست تعبانه، ما بتقدرش تقعد لوحدها، بتاخد ادويه كتير. وبعدين انا تعبت، انا شايله كل ده لوحدي، اتفضلي شيلي معايا شويه بقى. من عيني.